بص انا عايز اتكلم بقى على نقطه مهمه، وهي حته مستلزمات العمليه. مستلزمات العمليه هطلع منها لنقطه تكميم بدون اثار للجروح. مستلزمات العمليه فيديوهات لدكاتره كتير، دعايه كتير جدا، كلام كتير جدا، سمارت، باور، ستابلر، غيار ثلاثي رباعي، كلام كتير قوي نتكلم فيه. بس انا عايز الموضوع اللي هو بالاختصار، ايه الاساسيات في مستلزمات العمليه اللي هي الحاجات الستاندر اللي موجوده، والديفرنشيشن دي بتفرق ولا ما بتفرقش؟ ناس كتير من الناس بتسأل وتيجي تقول ازاي سعر العملية كذا والدكتور الفلاني بيقول سعر العملية كذا. انا بس بيبقى اجابتي ليهم اجابة مختلفة شوية، وانا شايف ان هي دي الاجابة الصح والاجابة المنطقية. انت كمريض، انا اقول وفلان يقول وكلهم ناس افاضل تقول، انت لو ما كانش عندك ثقة في الجراح اللي هيعمل لك عملية يعني ما تعملش عنده ايا كان هيقول لك ايه. سبب بسيط جدا، العيان وانا بقول العيان كلهم كده. الثقه هتيجي منين؟ هو في الاول وفي الاخر عمال يشوف اعلانات على السوشيال ميديا، وشاف قسطك ب 1100 جنيه، راح قال له لا الادوات كلها مش عارف ايه وكله ايه، وعمل العمليه خلاص خلصت. ما فيش مقياس. الثقة دي بتيجي عن ارتياحك في قله للدكتور. وعي رهيبه في طبعا. العيان بتاعنا. طبعا في قله وعي رهيبه، وهو في الاول وفي الاخر عنده استعداد يصرف في اكل وشرب 2000 3000 جنيه، وهيجي يطلع يقول لك اصل ممكن تنزل لي. يعني انا حاسس ان الموضوع محتاج ان احنا نركز على الموضوع ده، عشان كده انا بسأل على حته مستلزمات العمليه. ده للأسف موجود، بيجي العيان أحيانا يبقى عايز يوفر شوية ويقلل في السعر شوية ويقول لك إزاي السعر ده. الكلام ده مش صحيح، وهرجع هقولها لك بالتفصيل كده عشان بس يبقى كلامنا متناسق ويبقى شبه اللي بنقوله للعيانين فعلا في العيادة. اللي أنا بقول للعيان في العيادة، أنا بقول للعيان لو أنت ما عندكش ثقة في الجراح اللي هتعمل عنده العملية، واثق فيه مستريح له حاسس إن هو شخص أمين هيقدر يديك أحسن حاجة ممكنة، ما تعملش عنده العملية وات ايفر سعره. قال لك إيه؟ سمعت عنه إيه؟ ليه بقى؟ ان العيان بيخش جوه اوضه العمليات وياخد بنج وبينام، ما حدش عارف اللي بيحصل. فكل الموضوع بيعتمد على امانه الجراح وان هو بيحاول يتقي ربنا في العيان بتاعه والكلام ده كله. ما دون ذلك مش هتعرف اي حاجه، عشان بس نكون صراحه ومن الاخر. طيب، العيان المفروض ما تسترخصش في نفسك طبعا. الدنيا كلها بتغلى والاسعار كلها بتغلى، مش منطقي يبقى في اسعار قليله الا لو المستهلكات قليله. لازم تبقى عارف ان انت على حسب ما سعر العمليه على حسب ما المستهلكات اللي هتستخدمها. مش بتقول في، والموضوع برضو مش ريليتد قوي برضو يعني، عشان برضو ياما شفنا ناس للاسف يعني اسعارهم عاليه جدا وبتستخدم حاجات سيئه جدا، وبنفهم العيان بتاعه انه بيستخدم احسن حاجه في الدنيا. ده شفناه وانا شفته شخصيا بعيني. الحمد لله نسبه قليله جدا لا تتخطى الواحد او 2% بس موجود. باقي الناس بتحاول تعمل اللي عليها. فالشاهد من الموضوع عشان بس الناس ما تخشش في الدايلما ده نفق لو دخلناه مش هنعرف نخرج منه. لازم تبقى عندك ثقه في الجراح اللي هتعمل معاه، واثق انه عنده امانه وعنده ضمير وان هو هيعمل لك احسن حاجه ممكنه وات ايفر هو هيقول ايه. دي نقطة مهمة ملهاش حل تاني. هو في الاول وفي مش الاخر هيعرف. مقياسه مقياس سعري بحت. غلط، ده مقياس غلط. لأن أنا ممكن أقول لك أي سعر عادي واطي قليل، والله شفنا الكلام ده. أسعار قليلة جدا بس ناس بتراعي ربنا وبتستخدم أحسن حاجة ممكنة، وأسعار مبالغ فيها والشغل عادي جدا. ده كلام ده من واقع الشغل. فأنت لازم تبقى واثق في الفريق اللي هتعمل معاه العملية، الريفيو والفيدباك منه يعني. ملهاش ماسكة تانية، مش هنقدر نقول للعين ننصحه بحاجة تانية. حاول تختار صح، حاول تصلي صلاة استخارة وتشوف الصح ايه وبس وخلاص، ملهاش حل تاني الصراحة.